السنين الاخرانيين كان موجود في كل النهائيات اللي لعبتهم، كسوا اللي هزته ولا اللي خسرته مع الاهلي في الباركور الكل. الحتيمي شفناه في ماتش سان داونز معناها من احسن اللاعبين على المستوى الفني، ويفسخ في عنده برشا اللانكونترا كاليتي بالضبط. هو وبو سفياني هما معناها الاسلحه الهجوميه نتاع الوداد، خاطر المهاجم الحقيقه متوسط برشا، وشفناهم هما الزوز اللي يعملوا ديفيرونس. دونك كان باش يغيب الحتيمي ويغيب معاه جبران، نتصور معناها الوداد باش يكون امواندري، نتصور باش يفقد برشا معناها بورسنتاج كبير من قوته، باش نجم ياثر برشا على مردود الوداد. كمان نفس السؤال، يحيى جبران والحتيمي ماهوش موجودين، زوز من احسن اللاعبين موجودين، خاصه الحكيمي في مباراه الالي كان يعني حاسب، سجل الهدف الاول، يعني اعطاه برشا حلول لهجوم الوداد. صحيح، ممكن غياب زوز لاعبين هذوما يجموا ياثروا على المردود نتاع الوداد. شفناهم في مباراه الذهاب، يعني شفنا المردود نتاع الوداد، وخاصه القائد الفريق نتاع يحيى جبران، لاعب ممتاز حقيقه، يعطي توازن كبير في الفريق واضافه كبيره للفريق. ممكن في غيابه نتصور اللي الفريق باش يتاثر شويه. ما تنساش يلعبوا ضد فريق سان داونز. شفنا سان داونز في المباراة يعني عبارة ما تعرفش عليه اسكو يلعب في الاكستيريور ولا يلعب الدوميسيل. يعني كي تشوف سان داونز يلعب ما تنجمش تفرق ما بين يلعب في بلاده ولا يلعب برا. دونك سيتا ماتش صعيب بالنسبة للوداد. ممكن كان تنجم تكمل المباراة 3، كان تنجم تسجل أكثر الوداد. صحيح. لكن تنساش يلعب ضد فريق كبير ورا المواسم الأخرانيين هذوما اللي عنده بالامكانيات يجم يقلق اي فريق يلعب ضده. عنده مدرب يعرف مليح الاجواء الافريقيه. عنده سنوات معاهم المدرب عنده سنوات معاهم. كي تشوف المدرب يعني كل موسم وين يمشي يعمل الستاج نتاعو، يعني تقعد تقول مش من فراغ الشيء اللي قاعدين يوصلوا له. قاعدين يحضروا المدرب يعمل لك في كل عام يعمل لك شهرين ثلاثه في مع البايرن، كل مره في بلاد، كل مره ضمن مش من لا شيء. يعني باش توصل انت في المباريات نتاعك، تبدا تتحكم في المباريات مهما كان اسم المنافس، الوداد، الاهلي. يعني بالحق انا كي تفرجت في مباراه نتاع المغرب، صدقني يعني كما تسمعش الجمهور وتتفرج في المباراه تقول لعبه في الافريق دو سود. بالحق تقول لعبه في سورتو وقت اللي كانت خاسره واحد شيء، تقول لعبه في الافريق دو سود. ومن بعد يعني حتى في 2-1 كمان، في 2-1 شفنا على الكونتر اتاك الاخراني اللي كره اللي على البار، معناها سان داونز عباره يلعب في بلاده، لا ليه في بلاده لازم يمارك الثاني. ليه يعني عمرك يعني انا ما ريتهمش يطيحوا البلوك ويلعبوا على الترانزيسيون، والا خايفين، والا يلعبوا 10 بلوك قريب على 25 متر يبداو كلهم قراب لبعضهم. كيف متحرى يلعبوا على رواحهم، قبلوا هدف خرجوا ويلعبوا باقي يتحكموا في الكرة. الاخر وقت يتحكموا في الكرة عادي جدا على الاخر. يعني انا يمكن بتاتر انا ممكن نعطي لافونتاج اكثر لسان داونز باش تهز، خاطر في الماتش تاع الاليه نحكي ديما نقيم المباراه تاع الذهاب. يعني دونك نتصور انا المباراه باش تكون صعيبه برشا على الوداد مع الجمهور نتاع الجنوب افريقيا. وحكي على الجمهور، الدخول مجاني، هيئه اخذت قرار باش يدخلوا الجماهير. دخول مجاني ماهوش جديد راهو في الافريق، حتى سيمبا عملتها قبل في الافريق دو سود ضد الوداد. دونك مباراه كبيره كانت للمتعه الحارس المرمى، ولكن كان وقتها ماهوش اساس بالضبط. دونك نتصور المدرب نتاع سان داونز قاري حسابه للديتاي الكل كما حكى كمال، معناها سورتو انا عجبني برشا كيفاش يطلعوا بالكوره، كيفاش جاميس حتى السيماتر ديما تلعب قصيره وترجع الجارديان وتخرج للوسط. معناها حاجات برشا تتعاود، معناها ظاهره حاجات تاع انترينمون هذا مستانسين برشا تعملوا فيها. وراو معناها مهدي سان داونز في السوبر ليج هذاك، سواء في الانكار ولا في الدومي ولا في الفينال، ناقص احسن لاعب في الفريق بيتر شالوليلي اللي هو المهاجم، اللي هو معناها تري بون اتاكون، من اقوى الاتاكون في الافريق تو. اي ممكن مش باش يكون زاده في ماتش الروتور موجود باش يوريك قوه الفريق هذا، قوه المعاوضين نتاعو. المباراه هذه كانت برشا وسائل اعلام تفرجت فيها وبرشا ناس تفرجت فيها، منهم رئيس الاتحاد الدولي انفنتينو اللي حكى بعد اللقاء، قال مباراه مشوقه وحلوه وزوز فرق قدموا مباراه رائعه. على كلامكم انفنتينو يعني شكر اداء الوداد وسان داونز. صحيح شفنا ماتش فيه برشا ريتم، يعني حتى المتفرج
شيخ كوره بلغه الكوره معناها. شفنا زوز ايكيبات حبت تلعب، شفنا ريت، ما شفناش برشا وقت متقطع، كوره توش وكوره كورنير وجوار طايح وكل شيء معناها. حتى الوقت الفعلي للاعب كان عالي. هذاك علاش خلى الماتش باهي، ونتصور حتى في ماتش الرتور باش يكون ماتش باهي برشا. كمان قال سان داونز رشحها على وداد